السلام عليكم، كيف حالكم؟ انت مش محتاج تتغير عشان حد اطلاقا. انت محتاج تتغير عشان نفسك، تحسن عاداتك السيئة لعادات افضل، تغير طبع عندك وحش لطبع افضل. كل ده عشان نفسك مش عشان حد. فيلم ياباني اصلي. الاطفال اليابانيين اما راحوا المنطقة عشوائية جدا ما كانوش عارفين يعيشوا فيها، فبالتالي مع اختلاطهم بالناس أثروا في الناس تأثير إيجابي جدا، فالناس بدأت تتغير عشانهم. هم قالوا في المسلسل حاجة عظيمة جدا، وهي إن أنت مش محتاج تتغير عشان حد. قالها الممثل، أنا ناسي اسمه صراحة، قال انتوا محتاجين تتغيروا عشان نفسكم، تتغيروا للأحسن عشان نفسكم. فبالتالي أي حد سمعني دلوقتي، أي حاجة وحشة في طبعك غيرها للأحسن عشان نفسك مش عشان حد إطلاقا. إزاي تغير الطباع السيئة اللي عندك؟ انت أصلا مش عارف إن طبعك سيء أصلا، فبالتالي محتاج وعي، محتاج علم عشان تعرف تغير الطباع دي. محتاج أول حاجة تكون عارف إيه الطباع السيئة اللي عندي. أول حاجة لبداية تغيير الطباع ديت معرفتها. من غير معرفة انت اصلا مش عارف ان طبعك وحش، طبعك سيء، فبالتالي بتتعامل وخلاص من غير وعي. فبالتالي اول خطوة تعملها للتخلص من الطبع السيء او العادة السيئة هو الوعي. اول خطوة الوعي، لازم تكون عارف، عندك علم ان العادة دي سيئة او الطبع ده سيء، فبالتالي هنا تعرف ان انت تغيره. تاني خطوة تطبيق العلم على نفسك كل يوم بترك الصفة او العادة السيئة واستبدالها بعادة افضل، بعادة جميلة انت تعلمتها. فبالتالي كل يوم تحاول تثبت نفسك وتتحكم في نفسك ان انت تعمل عادة كويسة وطبع كويس وتسيب العادة السيئة او الطبع السيء. يبقى اول حاجة انت محتاج تتغير عشان نفسك مش عشان حد. عشان تتغير، رقم 1 محتاج وعي، رقم 2 محتاج تطبيق لهذا الوعي أو العلم على أي حاجة في حياتك. طبعا علم من غير تطبيق كلام فاضي أو تضييع وقت. ده كان فيديو بسيط، أتمنى يعجبكم، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. أنا منى عقاب، والسلام عليكم.